السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. البداية مع بيان عاجل كان من وزارة الدفاع الروسية أصدرته القوات المسلحة الروسية، أعلنت فيه أنها استطاعت إسقاط إحدى مقاتلات القوات الأوكرانية من طراز سو في خلال الساعات القليلة الماضية. البيان ما تضمنش فقط إسقاط الطائرة سو، إنما كمان كان في إسقاط ل6 صواريخ هيمرز أمريكية الصنع، بالإضافة ل97 طيارة مسيرة. كمان استهدفت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية على محور خاركوف، تشكيلات كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق متفرقة من المنطقة الشمالية. إجمالي الخسائر في المنطقة دي فقط وصل ل40 عسكري قتيل من الجانب الأوكراني. في المنطقة الجنوبية كانت الخسائر الأوكرانية أكبر بكتير، بلغت خسائر العدو الأوكراني أكثر من 460 عسكري قتيل و3 مركبات قتال مشاة و4 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر دي 13 ومدفع كراب بولند الصنع ومدفع بوجدان. وتم تدمير أيضا محطة حرب إلكترونية من طراز بوكوفيل AD ومستودع كمان للذخيرة. كمان قوات مجموعة الجنوب وصلت التقدم في أعماق دفاع الأوكرانيين، واستهدفت تشكيلات من كتيبتين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية معادية تابعة للقوات الأوكرانية. في المنطقة دي أيضا تحديدا فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 210 عسكري ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز كيربي وشاحنة صغيرة ومدفع هاوتزر ومدفع M119، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية. القوات الروسية استخدمت، ودي تعتبر من مفاجآت اللي في الأيام الأخيرة بدأنا نشوفها في الجانب الروسي، بتستخدم الذخيرة الحرارية علشان تستطيع تدمير معقلين أوكرانيين كانوا محصنين. طبعا وزارة الدفاع الروسية في نفس البيان أكدت للصحافة الروسية أن قاذفات اللهب اللي كانت تابعة لمجموعة قوات المركز دمرت أحد المعاقل اللي بيتحكم في الطيارات الأوكرانية بدون طيارة على محور كراسنو أرمسك، ودمر طاقم توس A1، ودمر معقل محصن للقوات الأوكرانية، بالإضافة لأحد نقاط تحكم بالطيارات الأوكرانية بدون طيار بضربة من الصواريخ الحرارية. وده كان بيضمن تقدم المفارز الهجومية لمجموعات قوات المركز على محور كراسنو أرمسك. الاستخبارات الروسية طلعت يمكن بيان كان مهم جدا، أكدت فيه وأكدت النقطة دي تحديدا، أن الغرب أصبح حاليا بيدرك وعلى علم جيد بتراجع قدرات أوكرانيا على أنها تصمد، وبدأت الاستخبارات الغربية عموما والحكومات الغربية ما تستبعدش تماما انهيار وشيك على الجبهة الأوكرانية. بيان جهاز المخابرات الخارجية الروسية أكد أن وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية أكدت أن النخب السياسية الغربية بدأت تشعر بالقلق والهلع بعد تراجع قدرات الجيش الأوكراني على أنه يصمد في وجه هجوم القوات الروسية، وأصبح غير مستبعد تماما في الأوساط السياسيين خصوصا في القارة الأوروبية أن في انهيار سريع حاصل على الأرض وهيزداد في الأشهر القادمة. إدارة الرئيس الأمريكي بتسعى حاليا أنها تمنع أن السيناريو ده يحصل، اللي هو الانهيار الوشيك لقوات كييف، من خلال أنها بدأت تركز على توريد أسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك أنظمة الصواريخ بعيدة المدى اللي شفناها في الأشهر القليلة الماضية. وكان ده زي ما أكدنا في فيديوهات سابقة كان نتيجة التراجع الكبير على الجبهة الأوكرانية أمام القوات الروسية. البيت الأبيض بدأ يعترف وعنده يقين كامل أن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية ما أصبحش وحده يكفي أنه يحقق استقرار على خط المواجهة، مش أملا في هجوم أوكراني، إنما الصمود أمام الهجوم الروسي نفسه. أصبح الدعم الغربي لا يكفي أي شيء أمام
الحجم الهائل من الذخيرة والعتاد والسلاح والجنود التابعين للجيش الروسي. وكالة الاستخبارات الروسية قالت أن واشنطن بدأت تطلب من فولوديمير زيلينسكي أنه يخفض سن التجنيد الإلزامي يوصله ل 18 عام بشكل عام، وده تم إعداد القرار ده في كييف، وهيتم اتخاذه في الأشهر القليلة القادمة. دول أوروبا الشرقية بدأت تشهد موجات جديدة من اللاجئين الأوكرانيين بعد ما تم الكشف أو تسريب قرار تخفيض سن التعبئة في الداخل الأوكراني، فبدأ كل الشباب أو في سن الشباب يبدأوا فرار من أوكرانيا، فرار جماعي لأوروبا الشرقية، خوفا من أن يطولهم التجنيد ويتم إلقاؤهم إلى الهلاك على الجبهة، جبهة الحرب. نفس السياق ما يبعدش عنه كتير. يمكن فوربس النهاردة أكدت أن لواء 155 الأوكراني اللي تم تدريبه في دول الناتو بدأ يتصدع خلاص، وفر منه 1700 جندي دفعة واحدة قبل ما يوصل لجبهة كراسنو أرمسك بجمهورية دونيتسك علشان يتم إيقاف تقدم الجيش الروسي هناك. قالت مجلة فوربس إنه من المفترض إنه يضم اللواء ده أكتر من 5800 جندي، لكن يقترب من 1700 منهم فروا أثناء التدريب في غرب أوكرانيا وفرنسا وبولندا. وقبل كده صرحت عضو البرلمان الأوكراني أحد عضواته بأن اللواء 155 الأوكراني يفتقر للحدود الدنيا من الإمدادات، علشان كده بدأ الأفراد يفرون منه، ولم يتبقى الكثير ممن درب في فرنسا تحديدا كي يواجه الجيش الروسي. مستمرين معاكم، لسه معانا أخبار نارية، أخبار كلها جديدة. لكن قبل ما نكمل التفاصيل يا ريت تشارك الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعم طبعا الفيديو باللايك الجميل والاشتراك الأجمل. النهاردة الجيش الروسي بيضرب أكبر مطار أوكراني على الإطلاق، وبيضرب وبيسحق قوات للناتو كانت متواجدة في المطار ده. مش المطار ده وفقط، إنما مطارات تانية متعددة تم سحق كل أسلحة الناتو اللي كانت متواجدة فيها. قبل ما نوصل لتفاصيل الخبر الناري ده، في أخبار أكبر منه وتعتبر يعني أخبار مدوية على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا لما نعرف أن القوات الروسية النهاردة ضربت أحد القطارات الكبيرة جدا كان بيحمل رتل عسكري كبير جدا أوكراني، بالإضافة ل 140 موقع عسكري أوكراني تم تدميرهم بشكل كامل. يمكن في تفاصيل الخبر دوت قبل ما نوصل للأخبار الخاصة بتدمير المطارات الحربية الأوكرانية، الطيران الحربي والطيارات المسيرة والقوات الصاروخية وقوات المدفعية الروسية، كل الأسلحة دي اشتركت معا لضرب أحد القطارات اللي كان بيحمل أحد الأرتال من الآليات العسكرية الأوكرانية في محطة التحميل. وزارة الدفاع الروسية خرجت في بيان بشكل عاجل وأكدت أن الطيران التكتيكي الروسي والطيارات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية كل الأسلحة دي استطاعت أنها تدمر أحد محطات الرادارات المضادة للبطاريات من طراز TPQ 37 أمريكية الصنع، واستهدفوا في نفس الضربة أحد القطارات المحملة بأرتال المركبات المدرعة والتابعة طبعا لقوات الناتو على الأرض الأوكرانية. مع ده كمان وبالإضافة لده تم استهداف بنى تحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق مستودعات الطاقة والنفط اللي بتستخدم إنها تزود القوات المسلحة الأوكرانية وورش إنتاج الطيارات المسيرة وتجمعات القوى العاملة للعدو الأوكراني والمعدات العسكرية في 140 منطقة أخرى. البيان طبعا خرج بشكل مفاجئ، وأكد أيضا أن وحدات من مجموعة قوات الشرق استطاعت على الأرض أنها تحسن تموضعها على طول خطوط التماس القتالي، ويمكن قضت على تشكيلات
تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة، معظمها في جمهورية دونيتسك الشعبية. مجموع خسائر الأوكرانيين وصلت ل 105 عسكري ودبابة و3 مركبات ومدفع ذات الحركة، والمدفع كان من طراز قيصر فرنسي الصنع. البيان أيضا أكد أن مجموعة دنيبر القوة البشرية دمرت المعدات التابعة لألوية أوكرانية في مناطق أيضا متفرقة في مقاطعة زابورجية، والخسائر في الموقع ده فقط وصلت ل60 عسكري ومرتزق تابعين للجيش الأوكراني ومركبتين ومستودع ذخيرة. وزارة الدفاع أكدت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز أتاكامز وصاروخ هيمرز أمريكي الصنع و47 طيارة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني. منسق النهاردة مجموعة العمل السري في نيكولايف سيرجي ليبيديف خرج، يمكن فاجئ الجميع لما خرج وبدأ يتكلم على أن ضربة نفذت مساء أمس تحديدا ضد أحد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في كونتوب في مقاطعة سومي في أوكرانيا. المفاجأة كانت في أن الطيارات اللي كانت متواجدة في الموقع طارت لأعلى. يمكن بيان الأوكرانيين نفسهم وبعد التقارير تم تسجيل ضحايا من المرتزقة الأجانب يقدروا بالعشرات في الضربة الساحقة للجيش الأوكراني في هذا الموقع. يمكن أحد اللي خرجوا واتكلموا قال إن إحدى الغارات أصابت مصنع الأسفلت متصل بخط السكة الحديد بيتم تفريغ المعدات والآليات العسكرية والذخائر في هذا الموقع. وكان في ضربة أخرى استهدفت المكان اللي بيتواجد فيه ورش صناعية وأشكال كتيرة جدا من فروع السكك الحديدية ومصنع صمامات ومصعد وأماكن تخزين ضخمة وكبيرة جدا وبتحتوي آلاف من القطع العسكرية. قبل ما نكمل الأخبار المدوية اللي على الجبهة العسكرية لسه معانا، ما تسيبش الفيديو لأن الفيديو مليان ضربات روسية في أماكن أخرى مفاجئة للأوكرانيين أنفسهم ولقوات الناتو أنفسها. لكن معانا موضوع سريع يمكن الأمر اللي هيخلي فلوديمير زيلينسكي قريبا جدا، يعني يمكن في خلال أسابيع قليلة قد يهرب ويترك الأوكرانيين بالكامل ويترك دولة أوكرانيا بالكامل إذا هرب وهي كانت لسه موجودة. أحد رجال الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوكتوم قال في تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي إكس إن فلاديمير زيلينسكي هيهرب قريبا من أوكرانيا. كتب، وطبعا ده خبير وبيعلق على مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حوالين التشاؤم اللي بيتزايد في كييف وواشنطن بسبب تقدم الجيش الروسي الساحق في الأيام الأخيرة. انتهى الأمر خلاص، زيلينسكي سيفر قريبا من أوكرانيا ويتركها. صحيفة أحد الصحف نيويورك تايمز الأمريكية الأوسع انتشارا كانت نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين إن زيلينسكي بيبدو مرهق تماما ومحبط بعد كمية الهزايم الكبيرة جدا اللي مني بيها في الأيام الأخيرة. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها غير المؤكدة بتشكل ضغوط قوية جدا إضافية على زيلينسكي وعلى الأوكرانيين، وطبعا بتتراجع معنويات الأوكرانيين بسبب هجوم القوات الروسية على الخطوط الأمامية والخوف من توقف الدعم الغربي فور فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية وجو بايدن يترك منصبه. وطبعا الجميع يعلم أن بايدن هو من أشعل الحرب ويريد أن تستمر في عهد نائبته اللي دخل الانتخابات ضد دونالد ترامب. يمكن أيضا مطالب أوكرانية في الداخل، وده يعد فضيحة كبرى للنظام الأوكراني وللشعب الأوكراني نفسه وللقارة الأوروبية بالكامل. يمكن مطالب أوكرانية خرجت في الأيام الأخيرة بتطالب بتعبئة النساء وإرسال القادة والوزراء السابقين إلى جبهة الحرب وتدريب الأطفال على المسيرات. الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده دعت إليه رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي الأوكراني، ودعت
قالت إن إرسال القادة والوزراء السابقين غير الفاعلين على خط الجبهة وتعبئة النساء للحفاظ على فاعلية الجيش القتالية. القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الأوكراني الحالي في بريطانيا فاليري زالجوني قال في منتصف أكتوبر الماضي أن السلطات الأوكرانية ممكن أنها تبدأ في تعبئة النساء في المستقبل بسبب خلاص كل الرجال قد قتلوا أمام الضربات الساحقة للجيش الروسي، وبالتالي يتبقى النساء والأطفال والكبار السن هم اللي فاضلين، فيتم إرسالهم إلى الجبهة لسد الفراغ اللي موجود. ما بقاش فيه مرتزقة بيلتحقوا بالجيش الأوكراني بسبب الهزائم الأخيرة اللي يمكن من طيلة العامين الماضيين. أضف أن الرجال الأوكرانيين قد قتلوا جميعا على الجبهة، وبالتالي لم يتبقى سوى النساء والأطفال وكبار السن أن هم اللي يشتركوا في هذه الحرب. الحكومة الأوكرانية وحلف الناتو وقياداته العليا بيعطي حلف الناتو الصفعة الكبرى المدوية للحكومة الأوكرانية، وبيقرر أنه يبدأ إجراءات ضم دولة أخرى غير أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي الناتو علشان تكون عضو جديد داخل الحلف. الصفعة الكبرى جعلت فلوديمير زيلينسكي لا يتبقى أمامه سوى اختيار واحد فقط، هو اللي بينتظر فلوديمير زيلينسكي داخل الأراضي الأوكرانية. في نفس التوقيت الجيش الروسي بيضرب النهاردة ضربة ساحقة ومدوية ومؤثرة جدا لأحد المراكز الكبرى، وبيدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية كانت موجودة داخل مقاطعة نيكولايف. مفاجآت وأخبار نارية، لكن بنبدأها بأهم خبر يمكن النهاردة، وعن محاولة الغرب أنه يفرغ أوكرانيا من كل شبابها وكل رجالها. مستشار الأمن القومي الأمريكي جوك سوليفان في أحد المقابلات مع شبكة BBC من الكلام ده كان من أيام قليلة جدا، قال إن واشنطن مش راضية عن وتيرة تجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. وكالة رويترز ونقلت الكلام ده عن أحد المصادر في إدارة الرئيس الأمريكي أكدت إمكانية أن يتم تحقيق ده من خلال خفض سن التعبئة من 25 ل 18 عام. زيلينسكي من جانبه بيرى أن تجنيد الشباب في سن 18 عام في القوات المسلحة الأوكرانية هيخل باستقرار مؤسسات الدولة، والسيناريو دوت ممكن تحصل موجة جديدة من النزوح الجماعي واحتمال حدوث أعمال تمرد حقيقية في الأقاليم الأوكرانية المختلفة. وده ممكن يجعل العديد من الآباء مع وجودهم في الجبهة إن أبنائهم كمان يتم استدعائهم، وبالتالي يتم إخلاء أوكرانيا من كل الشباب والرجال وما إلى ذلك. طبعا المخطط الغربي خلاص تم إملاؤه على حكومة فلوديمير زيلينسكي. اعتراض فلوديمير زيلينسكي ما هو إلا مجرد شو إعلامي علشان يبدأ يهيئ المجتمع الأوكراني للقرار الجديد اللي تم اتخاذه بالفعل في الغرب، لكن مع الوقت سيتم التنفيذ عاجلا أم آجلا في حالة استمرار الحرب. وده السيناريو اللي ماشي بيه معظم الدول الغربية، وبتريده من إنهاك طويل المدى للدولة الروسية وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين. النهاردة كان في ضربة ساحقة لوزارة الدفاع الروسية، يمكن أظهرت الكلام ده بفيديو مصور لأحد اللقطات لضربة نفذها طاقم لمنظومة اسكندر التكتيكية الروسية على نقطة انتشار مؤقتة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة اسمها روفنوي في مقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الجيش الروسي قصف النقطة دي بصواريخ من طراز اسكندر، وأحد المراكز لوحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف. البيان قال إن القصف الصاروخي نتج عنه تدمير كامل لنقطة الانتشار لقوات أوكرانيا. اللقطات من الضربة الصاروخية من طراز اسكندر اللي استهدفت مركز انتشار الوحدات في العمليات الخاصة في الجنوب في القوات الأوكرانية في روفنوي في مقاطعة نيكولايف اتسببت كضربة استباقية عالية الدقة إنها تدمر نقطة الانتشار للنازيين الجدد تماما، ويعني أفنتها عن بكرة أبيها عن الأرض.
حاليا فلوديمير زيلينسكي وبعد الصدمة الكبيرة اللي معانا تفاصيلها في فيديو النهاردة، والدولة المرشحة بقوة أنها تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو غير أوكرانيا، يمكن صفعة من الناتو كبيرة جدا. خرجت الخارجية الروسية النهاردة وعلى لسان ماريا زخاروفا وأكدت أن زيلينسكي اتعرض لخيانة من قبل أسياده الغربيين بعد محاولته إيذاء روسيا. قالت أول حاجة إن إحنا محتاجين إن كييف إنها تفكر في جر عطف واشنطن من أجل المودة فقط حاليا، ولما ما تحققش دوت عليهم إنهم يبدأوا على طول في التفكير في التنازلات الإقليمية. خيانة زيلينسكي أصبحت لا مفر منها، أصبحت حقيقة واقعة من قبل أصحابه الغربيين، لأن هدفهم ما كانش مساعدة أوكرانيا إنما كان إلحاق الضرر بروسيا، وفي فرق كبير جدا بين التفكيرين. قبل كده قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان في أحد المقابلات مع إحدى الصحف الأمريكية أن أوكرانيا عليها أنها تحدد بشكل مستقل موقفها فيما يتعلق بالتنازلات الإقليمية علشان تحقق السلام، وبالتالي أصبحت الخيانة أمر واقع من قبل أصدقاء زيلينسكي الغربيين اللي مش ما نقدرش نوصفهم بأصدقاء أوكرانيا، هم كانوا أصدقاء فلوديمير زيلينسكي، كانوا متخذينه لمصالحهم الخاصة بإلحاق أذى وضرر بالدولة الروسية. كان في مبادرة من كييف، اجتمعوا الزعماء الأوكران وعلى رأسهم فلوديمير زيلينسكي مع قيادات الناتو العليا حلف شمال الأطلسي. الاجتماع ده كان في بروكسل علشان يناقشوا الرد على استخدام روسيا للصواريخ الفرط صوتية اللي تم ضرب أوكرانيا بيها، وتمت التجربة بنجاح ساحق من قبل الجيش الروسي. الكلام مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا كان على زيارة حصلت من مارك روتا لدولة اليونان. الزيارة دي عاملة قلق للأوكرانيين، لأن الزيارة دي حصل فيها مناقشة لاحتمالات تقارب الحلف مع دولة قبرص. طبعا الصحافة اليونانية هي اللي فجرت الموضوع دوت وأظهرته للإعلام والميديا الغربية، وبتقول إن السلطات القبرصية بتنوي إنها تثير مسألة الانضمام لحلف شمال الأطلسي، لكن قبول دولة معينة في حلف شمال الأطلسي الناتو مش ممكن يكون عملية طبعا سريعة، إنما بخلاف أوكرانيا اللي تكلموا على ضم سريع لأوكرانيا، لازم الاقتصاد وحالة المؤسسات الديمقراطية في قبرص إنها تلبي معايير الحلف. المشكلة فقط تكمن في إن تركيا عضو في الناتو، حتى إنها يمكن حاولت إنها تمنع قبرص من الانضمام للاتحاد الأوروبي سابقا، وأردوغان قال إنه مش هيسمح لقبرص بالانضمام لحلف شمال الأطلسي حتى يصل إلى مبتغى تركيا، وتتمتع تركيا طبعا بحق النقد في داخل حلف الناتو على الأقل لحد ما يعترف الغرب باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية. أما مدى قبول ده من حيث المبدأ بالنسبة للقبارصة اليونانيين فده سؤال طبعا معقد ومنفصل تماما، وقضية شائكة أخرى ما بين تركيا واليونان. مفيش حاجة تمنع قبرص وحلف شمال الأطلسي من أنهم يبدأوا تنسيق الجهود في قطاع الدفاع بأكبر قدر ممكن، وتكون قبرص مرشحة بقوة أكبر من أوكرانيا ذاتها في أنها تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو. والقادة الأوكرانيين وعلى رأسهم فلوديمير زيلينسكي خلاص اتأكد من خيانة سواء الأمريكان أو حلف الناتو أو معظم الدول الأوروبية اللي ورطته فقط وورطت دولته وأفنت شبابها من أجل إيذاء روسيا وفقط، وكان الرد حاسم وقاسي من الجيش الروسي.